من احلى المشروبات اللي لازم تبقى على سفرة رمضان ليكي وللاولاد ولاي حد هتعزمي عندك هيعجبهم المشروب ده. هاتي بلح ناشف من عند العطار عادي، هتكسريه بهون او باي حاجه، تتاكدي من جوه ان هو ابيض كويس او مفيهوش نقط صودا او اي حاجه، لو في نقط صودا يبقى هو مسوس ارميها. هنغسله ازاي؟ حطيه في بوله كده وانزلي عليه بشويه من ميه، حركيهم بايدك وشيليهم بايدك بالشكل ده، حطيهم في حاجه تانية. كده احنا بنضمن ان التراب ينزل في قاع الميه وما يرجعش للبلح تاني. هنعمله كده مرتين عشان الحلاوه اللي فيه ما تنزلش اكتر من كده. نجيب الشفشق بتاعنا نحط فيه كميه البلح اللي احنا عملناها، طبعا بما يعني اللي يناسب اليوم بتاعك. اعملي البلح يوم بيوم. هنملاه كده ميه وهنسيبه منقوع. اعمليه من الصبح، سيبيه لحد الفطار عشان يلحق ينزل حلاوته ويطرى في قلب الميه. التلاجة هتبطأ من ان هو يطرى وكمان هيسقع قوي واحنا في الشتاء اصلا. بعد ما نسيبه بقى كده على بالليل ونيجي قبل الفطار ب5 دقايق، نبدأ بقى نقلبه كده الاول في الميه، بعد كده نصبه في الكوبايات. واحلى اضافة هتحطيها هي الموز، حقيقي هتنقل الطعم في حتة تانية خالص. هتعجب اول حركة دي الاولاد جدا لان هم اكيد هيحبوا الموز، هتدي حلاوة للبلح. انت مش هتحطي لا عسل ولا سكر ولا اي حاجة، يعني مفيد 100%. ننزل بقى بالمية بتاعت البلح، شوفوا لونها عامل ازاي. عايزه اقولك البلح نزل سكريته في الميه بقى مشروب خطير. متنسوش بقى تعملوا فولو ولايك وشيروا الفيديو ده مع اصحابكم عشان يعرفوا الطريقه.